السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عزبة نصير الأهالي وجدوا جثة في شوال مرمية. هنا الأهالي فتحوا الشوال، شافوا المنظر ده طبعا على طول اتصلوا بالأجهزة الأمنية. جت الأجهزة الأمنية لقوا إن هو راجل كبير في الخمسينات من عمره. طب جثة مين؟ ما نعرفش. ودوه المشرحة. عدى يوم اتنين تلاتة، الزوجة راحت تبلغ في الاسم. طب انت كنت فين؟ لا ده هو كان قايل ان هو عنده شغل في القاهرة، وان هو هيغيب وهيتأخر هناك وهيقعد كام يوم، لكن لما اتأخر قوي كده انا قلت اجي ابلغ. ومعاها مين بقى؟ معاها اخواته اللي هو الرجالة. طلعوا على المشرحة، لقت جوزها رقعت بالصوت: لا ده مش هو، ده مش هو، ده جوزي. هم قالوا لا هو ده اخونا. طبعا هنا الاجهزة الامنية اول ما جت تحقق بقت تحقق مع الزوجة عشان هم شكوا فيها. الزوجة هنا كان جوزها سمكري اسمه ناصر، عنده 51 سنة وهي عندها 33 سنة. أميرة كان جوزها معيشها حياة زي الفل، ما فيهوش أي حاجة، راجل صنايعي وعنده محل في بيته، فاتح تحت البيت ورشة ومريحها وزي الفل. ولكن هي ورثت من والدها وعملت محل بقالة عظمة. المحل ده بتاع البقالة من بره محل، ومن ورا المحل فيه أوضة اللي هي المخزن للمحل. اقترحت على جوزها وقالت له انا هشغل معايا واحد، مفيش مشاكل عادي. شغلت معاه واحد عنده 33 سنة اسمه محمود. طبعا في الاول كان ظاهر ان هو واد مؤدب ومحترم وكويس، ولكن طبعا نظرات الاعجاب بينها وبينه هما الاتنين طبعا كل ده، والزوج ما يعرفش اي حاجة خالص. وطلبت كمان من جوزها ان هو يبات في المحل، اصل هو واخد شقة غالية وعايش لوحده، ايه رأيك نعيشه في الأوضة اللي ورا المحل في المخزن؟ قال لها خلاص مفيش مشاكل عادي خالص، لما تقفلي المحل هو يخش يقفل على نفسه وانت طلعتي خلاص وهو المحل مقفول عليه وينام، مفيش مشاكل. ولكن طبعا خلاص كده في سرير جوه، وهما الاتنين بيمارسوا العلاقة مع بعض. ليه بقى؟ بيقفلوا المحل عليهم كل يوم المغربية ويخشوا هما الاتنين ويناموا مع بعض والعياذ بالله. لغايه ما واحده جت لها من الجيران وقالت لها وحذرتها وقالت لها الناس بتتكلم عليك على فكره، كل يوم بتقفلي المحل المغربيه عليك انت ومحمود جوه. طبعا مسكتها زعقت لها وازاي تقولي كده، وليا خافت وخدت بعضها مشت وقالت لها خلاص انا نصحتك وخلاص. ولكن هنا الزوجه هي وعشيقها مشوا في الحرام لغايه ما اتفقت معاه وقالت له ان احنا نقتله ونتخلص منه، لان احنا بعد ما يموت هنورث منه، هناخد منه فلوس قد كده، البيت اللي هو اللي انا هورثه منه والمحل اللي تحت، يعني وسايب فلوس قد كده. الواد مشي وراها وهي نفذت الخطه بتاعتها هي وهو. عملوا ايه؟ طلعت لجوزها واقامت معاه العلاقه الحميمه عادي خالص، علاقه بقى شرعيه حلال ما فيهاش اي حاجه. وبعد العلاقه راحت مدياله مخدر في العصير. الراجل شرب العصير، راح فيها اتخدر خالص. اتصلت بعشيقها، طلع كان جايب تريسيكل من واحد صاحبه، انا هروح بيه مشوار بس كده هعمل بيه مصلحه. وحط التريسيكل تحت البيت وطلع خلص عليه بأشار حوالين رقبته. وخدوا بعد كده عملوا ايه بقى كمان؟ بص القذاره اللي هي فيها، حطت مخده على وشه وقعدت عليه عشان خاطر تتاكد ان هو مات. وبعد كده من كتر القذاره اللي هي فيها اقامت علاقه مع عاشقها بجانب الجثه في نفس الاوضه وعلى نفس السرير وجوزها ميت جنبها. خلصوا هما الاتنين، خدوا الراجل في الشوال، حطوه في شوال وطلعوا بيه على ايه؟ رموه في اي مصرف، ولا كأنهم عملوا حاجة. وهنا طبعا الأجهزة الأمنية ما جت تحقق معاها، الأول أنكرت وبعد كده اعترفت باللي قلناه كله. اعترفت إن هي نفذت الجريمة دي مع محمود عشيقها. وعملوا كده ليه؟ عشان هما الاتنين بيحبوا بعض وبيكونوا العلاقة الحميمة مع بعض جوه في المحل، وإن هي جوزها مش عاجبها جوزها، راجل بيشقى طول النهار ويطلع بالليل تعبان ياكل وينام، ما بيعملش حاجة. لكن اللي بيعمل حاجة الصغير اللي عنده 33 سنة من سنها. محمود عنده 33 وهي 33 وجوزها كان عنده 51. رغم ان 51 ده يعني مش كبير يعني، ولكن الخيانة العظمى. الزوجة خلاص مش عايزة جوزها وشافت الحرام. طيب انت شفت الحرام وحبيت واحد غيره، اتطلقي منه احسن. ولكن طبعا هنا لما تم القبض عليها وبعد المحاكمات اتحكم عليها هي وعشيقها بإحالة أوراقهم هما الاتنين لفضيلة المفتي. تستاهل الإعدام، لو في إعدام أكتر من مرة تستاهل أنت وهو. ليه ده كله؟ علشان خاطر الخيانة، علشان خاطر إن أنت سنة مشيتي في الحرام، ما عجبكيش جوزك واتبطرتي عليه.
كنت تطلقي منه وخلاص بدل ما تعملي كل الجرائم دي. لله الأمر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.